باسم مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد أنقل خالص التعازي لأسرة المرشد الأخ عبد السلام ياسين وإلى أحبته وإلى المغاربة جميعا. في هذه الكلمة تحضروني أو بالأحرى تحضرني واقعة من إحدى الواقعات التي وقعت لمجاهدنا محمد سعيد أيتي الدير يوم ألصق الجنون، أو بالأحرى ألصقت سلطات المخزن للشيخ عبد السلام ياسين الجنون وحاصرته بالمستشفى. آنذاك كان مجاهدنا سعيد أيتي الدير في البرلمان وأخذ الكلمة. طبعا الكلمة لم تنقل لا تلفزيونيا ولا حتى في الأخبار، بعبارة عن سؤال في البرلمان حينما قال للبصري آنذاك: واش المغاربة ما كيفهموش واش السيد اللي حصرته هو اللي مجنون أو لا هاد البرلمانيين اللي جالسين هنايا هما اللي مجانين؟ أعتقد على أن الداخلية ألصقت بنا نحن الجنون وأعطت للسيد عبد السلام ياسين العقل. المجاهد سعيد أيتي الدير حضر جنازة شيخ وحضر بجانبه الأخ محمد الساسي وأدلى بشهادة، تلك الشهادة تعني حزبنا، حيث قال على أن الشيخ عبد السلام ياسين عاش مجاهدا وعاش في رأيه وفي دعوته بحيث ألحق به كل أساليب المعاناة والقهر والاستبداد ولم يبدل في رأيه، ويجمعنا به دعوته ودفاعه عن الكرامة والعدالة الاجتماعية، وتجمعنا به أيضا مناهضة الاستبداد ومناهضة الحكم المطلق. مرة أخرى أتقدم باسمي وباسم مناضلي ومناضلة الحزب الاشتراكي الموحد بخالص العزاء وشكرا.